بتسمع كتير عن الدارك اد ومش فاهم هو ايه الاعلان الاسود ده؟ تعال اما اقولك. لما بنيجي نعمل اعلان وليكن على ميتا من الادز مانجر، بيبقى عندنا تو اوبشن. الاوبشن الاولاني ان احنا نعمل اعلان على بوست اوريدي موجود عندنا، الاوبشن التاني ان احنا نعمل الدارك اد. طب ليه بقى انا ليه ممكن احتاج الدارك اد؟ ممكن احتاجه في حاله ان انا عايزه اعمل اوفر واعمل اكسكلود للناس اللي عندي، مش عايزه الناس اللي عاملين لي فولو ولايك اللي هم جمهوري يشوفوا الاوفر ده، عايزه اجيب جمهور جديد. فوقتها بدل ما انزله عندي ويشوفوا ويقولوا ايه ده انتوا مهتمين الناس الجديده اكتر مننا، فبعملوا دارك اد وبعمل لهم اخفاء ان هم ما يشوفوش الاعلان ده والاعلان ده ما يظهر لهمش اصلا. او مثلا لو انا عايزه اعمل اي بي تيست كامبين، انا دلوقتي في دماغي 3-4 افكار للفيديوهات وزيهم 3-4 افكار للكابشنز اللي هيتكتبوا عليه. 3 في 3 ب9، دول 9 بوستس. هنزل 9 بوستس واجرب اعمل عليهم كامبين واشوف انهي اللي احسن وبعد كده اشيلها؟ مش هينفع. فوقتها بنستخدم الدارك اد وبنظبط الاعلانات دي كلها وبنشوف انهي الوينر كامبين اللي هتكمل معانا لحد الاخر. وكمان في بعض الاوبجكتيف اللي ما ينفعش معاها غير الدارك اد، زي الانجيجمنت كامبين بتاعه البيج لايك. قولوا لي فهمتوا الدارك اد ولا لا؟ لو اول مره اسمعوه استغربتوه ولا حسيتوه عادي؟